في الجزيرة العربية كم كان سكان الجزيرة العربية في ذلك الوقت؟ هل من مجيب؟ أنا ما أريد إجابة الآن، لكن ما معناه التفكير. كم ألف كانوا ملايين؟ ما أعتقد كانوا ملايين. فأنا بس أعطيكم مثل إنه التاريخ كلوا بحذر. المسجد المبارك الذي نبتهل إلى الله خاشعين مخبتين أن يكون أسس على التقوى، وأرسيت قواعده على الهدى، ورفعت أركانه على حب الله ورسوله. نود أن نعرب لكم جميعا على اعتزازنا بكم وتقديرنا اللا محدود لجهودكم المخلصة الخيرة ومواقفكم النبيلة المستحقة لكل إشادة وثناء. أمر لا شك أنه أمر مزعج وأمر مقلق، فهذه الأرواح التي تزهق بهذه الطريقة، نحن نؤمن بأن الموت، الحياة والموت هي بيد الله سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن لا نلقي بأيدينا إلى التهلكة. وقبل أيام قليلة شهدت هذه الجامعة بتوفيق من الله تخريج الدفعة 21 من حملة البكالوريوس وال15 من حملة الماجستير، وإننا إذ نشكر الله جل وعلا ننبه كل المختصين إلى أن التوعية مهمة للغاية من أجل فهم الأمور على حقيقتها، وعدم ترك المجال لأي تكهنات لا تقوم على أسس سليمة. سياسة السلطنة قائمة على تحقيق التوازن في الحياة. والله خلي هذا الوافد يعمل المشروع ويقوم بكل شيء وهو يملك كل شيء، وأنا عندي الواجهة هذه، عندي الدكان وعندي المؤسسة وعندي هذه قطعة الأرض، وبالتالي يأتيني في نهاية الشهر ويعطيني ما يعطيني وأنا جالس في بيتي ومرتاح. هذا شيء حقيقة مضر بالاقتصاد الوطني، هذا شيء مضر بالاقتصاد الوطني تماماً. من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له، وإن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا السعي في طلب المعيشة، وليس عند الله أحب من عبد يأكل من كسب يده، كل ذلك وأكثر مما لا يدع مجال للتكاسل والاتكالية. فشمروا ساعد الجد أيها المسلمون، وتوجهوا إلى مواقع العمل لخدمة مجتمعاتكم وتعمير أوطانكم واستخراج خيرات بلادكم وتسخير طاقاتكم وبذلها في كل موقع تتواجدون فيه، والاكتساب المعرفة بإتقان الحرف اليدوية والمهن الصناعية، مستلهمين من تاريخكم الإسلامي ما يرشدكم إلى ما في صلاح دينكم ودنياكم.
إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيبا، ولا تقبل أبدا أن تلقى فيها بذور الفرقة والشقاق. أن الدولة تتكون من 3 أجهزة: الجهاز المدني وهو الجهاز الإداري، وجهاز الأمن وهو المحافظ على أمن الوطن الداخلي، والجهاز العسكري وهو المدافع عن الوطن من أي خطر خارجي. وعلى هذه الأجهزة الثلاث أن تتعاون معا وفي كل الأوقات، وأن تنسق فيما بينها، وأن تنسي الفروق الشكلية بين مدني وعسكري أو بالعكس، وأن تتذكروا ما قلناه آنفا